أحبائي المغاربة، مساء الخير. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر. الحلقة اللي فاتت اللي خصصتها لمعركة واد المخازين، أحد الإخوة الكرام طلب مني أنني نتحدث على الأطوار نتاع المعارك التي خاضها المغرب، ونزولا عند رغبة هذا الأخ وعند رغبتكم أيضا بالتعريف بالأمجاد نتاع الأمة المغربية وأيضا بالبطولات. بغيت ندير واحد سلسلة غادي نتكلم فيها على بطولات الجيش المغربي عبر التاريخ. اليوم غادي نتكلم لكم على معركة زلاقة بالتفصيل الممل، بالوقائع التي حدثت داخل هذه المعركة، وكيف أن تدخل الجيش المغربي بقيادة يوسف بن تاشفين أدى إلى حسم المعركة في يوم واحد. بل والحرب ليست المعركة فقط، الحرب كلها حسمت في يوم واحد، وكان يوم جمعة، نهار واحد. سلام مع ألفونسو الثامن، قاضينا الهضراء في يوم واحد بفضل تدخل الجيش المغربي، هذا التدخل الذي كان حاسما. يعني تلك المؤامرات اللي كانوا تيديروها الممالك المسيحية النصرانية والتواطؤ نتاعهم مع ملوك الطوائف، كل هذا كله يوسف بن تاشفين بغا يضربوا في يوم واحد اللي هو يوم الجمعة. هادشي غادي تكتشفوا معايا وغتشوفوا المؤامرات اللي كانت في الأندلس وكل هذا، وكيفاش أن الجيش المغربي العرمرم دخل وحسم المعركة بسرعة وبثبات بعزيمة. هادشي أنا ما غاديش نقولو لكم باش نعطيكم فقط الحسم نتاع المعركة والأطوار نتاع المعركة، لا، الهدف نتاعي بعيد من هذا، بعيد من هذا، باش نبين لكم خوتي أن هذا الجيش المغربي، الجيش الملكي الآن اللي كاين عندنا الآن اللي كاين في الحدادة، داك التدخل نتاعو في الكركرات الذي كان حاسما، خلاو الطرارق نتاعهم وهربوا. تلك الشير ديما نتاع البوليساريو المرتزقة، ذلك التدخل الحاسم تاع الجيش الملكي في الكركرات لم يكن من فراغ. لا، هذاك راه الجيش نتاعنا راه كما تجربة عبر التاريخ. معركة الأشراف 123 هجرية، معركة زلاقة، معركة الأراك، معركة واد المخازين، عدد نتاع المعارك التي اكتسب فيها الجيش المغربي خبرة تيحسم بها جميع المعارك التي خاضها عبر التاريخ. لذلك الكل يتخوف من بطش وجبروت هذا الجيش المغربي. داك الشيء علاش نتوما تتشوفوا الجزائر اليوم ما تقدرش تدخل معنا في صراع، تقدرش. غادي نديروا لها كيف ما درنا لها عبر التاريخ شي حاجة تيرددوها هما اللي سميتها الحقرة. وإن شاء الله غندير لكم شي حلقة نتكلم فيها فقط على الحقرة وكيفاش وردات دائما عبر التاريخ في المصادر. ما ينطق به الجزائري اليوم هو حدث فعلا في التاريخ. الحقرة تكررت مرارا، والجزائري اليوم سيعرف أنه لا يمكنه مجابهة جيش نظامي تاريخي له تراكم، له خبرة. الله يرضي عليكم فاش تشوفوا في الجيش المغربي ماشي مغاربة فقط ولابسين داك اللباس لونيفورم، لا، لا، راكم أمام جيش راكم خبرة وعنده تاريخ وحسم معارك حيثما وجد وحيثما تدخل في جميع البقاع. إذا خوتي أنا فاش تندير معكم التاريخ ماشي تنعطيكم التاريخ هكا كأحداث جافة، ولكن باش تفهموا أن ما نعيشه اليوم هو استمرار للماضي. شفتوا باش مزيان أنك تكون أمة تاريخية،
ها باش مفيد نكونوا أمة تاريخية، لأن التاريخ هو التراكم، هو الخبرة، هو التجربة في كل المجالات، في السياسة، في الدبلوماسية، لأن لا خدينا حتى الميدان تاع الدبلوماسية واه اللي المغرب شحال السفراء وشحال القناصل وشحال المبعوثين والعلاقات مع دول العالم عبر التاريخ. داك الشي علاش تلقى الدبلوماسية المغربية الرزانة والثقالة والثبات والحسم شوية، ذلك نتاج للتاريخ. فاش تلقى الملك تيتخذ قرارات رشيدة لأن الملكية عريقة في المغرب، الجيش الملكي يحسم لأنه مؤسسة عريقة في التاريخ. هادشي فاش تيفيدنا تاريخ الإخوة. كي لا أطيل عليكم غادي ندخلوا إن شاء الله باش نتكلم لكم على أطوار معركة الزلاقة، والله يرضي عليكم فاش نكون نتكلم عافاكم حاولوا تربطوا بين أطوار هذه المعركة وما يراكمه الجيش المغربي كاستمرار للأمجاد التي عرفتها الأمة نتاعنا عبر التاريخ. مرحبا إخوان اللي التحقوا بنا. الكل تيتحدث على الأندلس، بالدارجة فرعوننا روسنا بالأندلس وفتح الأندلس، كل واحد تيتكلم على الأندلس. لولا المغاربة لسقطت الأندلس سنة 479 هجرية 1086 ميلادية، لولا أن تداركها الله وقيض له مغاربة أشاوس اليوم المرابطين كانت مشات مشات سليلة لولا تدخل الجيش المغربي وإنقاذ الأندلس. فأصبحت الأندلس منذ ذلك التاريخ مرتبطة وخاضعة للمغرب لمدينة مراكش بشكل مباشر. ما الذي حدث؟ شكرا قرة العين، منك نستفيد دكتور جليل، بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله. آه، تعرفوا أنه الأندلس بعد انهيار الخلافة الأموية نتاع أمويو الأندلس التي أسسها عبد الرحمن الداخل انهارت، فظهر في الأندلس ملوك الطوائف. هاد ملوك الطوائف داخلوا النصارى، منهم ابن عباد. تعلمون هاد ابن عباد كان قد داخل ألفونسو وتنازل له عن قواعد وكان يؤدي له الجزية وكان خاضعا له. وألفونسو كان يتوسع على حساب الأراضي نتاع المعتمد بن عباد، حتى أنه استولى على طليطلة قاعدة بلاد الأندلس سنة 478، وأصبح تيهدد ملوك الطوائف تيقول لهم راه بغيتو تخلوا لي على القواعد أي المدن الرئيسة ولا بغيت سميتو يلا. وبدا تيفرشخ فيهم واحد واحد وفرض عليهم الجزية، وبداو تيعيشوا ديك المسكنة والذل والهوان في الأندلس. وأصبح ألفونسو يصول ويجول كما أراد، يعني دار لهم الحقرة ديال بصح. كان المنقذ هم المغاربة اللي غادي يعبروا وغادي نرجعوا الأمور إلى نصابها. باش ما تقولوش الأستاذ غير تيهضر، غنعطيكم الروايات وتشوفوا كيفاش ألفونسو كان تيخاطب ملوك الطوائف. حتى أنه فرض حماية، عرفتوا الحماية؟ ديك الحماية اللي فرضت فرنسا على المغرب في 1912 فرضها ألفونسو على ابن عباد، وأنا غنعطيكم الدليل من الوثيقة وبشكل حرفي ماشي كلام خاوي، بشكل حرفي. إلا عطيتكم مثلا صاحب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية وهو مؤرخ أندلسي عاش في القرن الثامن الهجري، يقول: وكان الطاغية أدفونش اللي هو ألفونسو في سنة 78 و400 اللي هي 1085
ميلادية. قد غلب على طليطلة. واستولى على أعمالها وحازها لنفسه. ها هو سيطر عرفتي طليطلة راه كانت هي القاعدة نتاع الأندلس، لأنها جات في الوسط. الذي تحكم في طليطلة تحكم في كل شيء، وكانت هي قاعدة القوت. يعني طليطلة بالنسبة للإسبان تتعني شي حاجة، هي القاعدة نتاعو. وكثر الروع على الأندلس، إنه عندما سيطر على طليطلة وهي في الوسط، تروعوا الناس نتاع الأندلس، كلشي خاف، كلشي تيخفقف، كلشي تيترعد، كلشي تيقول راه اليوم بغا يهجم، راه بغا سميتو، راه بغا يسيطر، راه صافي مشينا فيها، راه ما باقيش غادي يكون شي مسلم في الأندلس. الرعب ملأ قلوب سكان الأندلس، واشتد الخوف منه، واشتد الخوف، وتطرق لبلاد المعتمد على الله بن عباد، وتطرق لبلاد المعتمد. يعني بدا تيناوش وتياخذ البلاد نتاع المعتمد بن عباد. ولما ملك أدفنش أعمال طليطلة طمع في الاستيلاء على الجزيرة كلها اللي هي الأندلس. طمع لأنه بان ليه أن ملوك الطوائف ضعاف، أنهم ما في يدهمش، بغا يسيطر. وهابت الملوك أمره، ولات عنده هبة لكون طليطلة نقطة دائرتها. يعني النقطة وكاين الدائرة، والنقطة في الوسط، يعني طليطلة في وسط الجزيرة، والذي تحكم فيها يتحكم في شبه الجزيرة الإيبيرية. مشى لهم للسونتر وراه سميتو وسيطر للمركز. مشى للمركز، يعني بغى يبدا تيتحكم تيكونترولي كل شيء. طليطلة مهمة بالنسبة للإسبان لأن كانت هي قاعدة نتاع القوط قبل ذلك. وخاطب المعتمد على الله أبا القاسم بن عباد يطلب منه تسليم أعماله إلى رسله. يعني رسل له الرسل وقال له أعطيهم الأرض. واشتط عليه في الطلب. عرفتي يعني اشتط عليه في الطلب؟ يعني بالحقرة، بالشطط. وأظهر له السرور بالغلب. شنو هي السرور بالغلب؟ يعني أنه بحال تيتمشخر عليه، كيف تنقولوا بالدارجة، بحال تيتفلى عليه، تيقول ليه ايوا ملي غادي يجيك هذا الرسول اعطيه هادي واعطيه هادي واعطيه هادي. باش يبان لك شنو هو الدور نتاع المغاربة فاش مشاو يحسموا في معركة زلاقة. الأندلس كان بغات تمشي، عاد تيجي واحد مشرقي اليوم تيقول لك فتحنا الأندلس والأندلس والحضارة الأندلسية والعرب في الأندلس وكذا. ايوا كون ما كانوا المغاربة 479 مشات الأندلس. من ديك الساعات حنا هما اللي أجلنا السقوط نتاعها حتى ل 1492 ميلادي. ديك الساعات الناس نتاع الأندلس ملوك الطوائف بما فيهم حاكم غرناطة اللي هو من أسرة زيرية اللي سميتو بولوكين، هو آخر أمراء بني زيري في قرطبة في غرناطة. تيقول في كتاب التبيان وكتبه هو، كان قد استنزله يوسف بن تاشفين. تيقول وتيوصف الحال، يصف حال ملوك الطوائف في الأندلس وهو منهم. اش تيقول؟ وبقيت أحوالنا على أفضل ما يكون في الخيتان تاع ملوك الطوائف، وبلغنا من آمالنا غايتها إلى أن حدث أمر المرابطين أعزهم الله، وكنا رأينا كلب النصراني على الجزيرة وأخذه طليطلة. يعني كلب يعني هجوم النصراني على الأندلس وأخذ طليطلة. وقلة رفقه، لا قلة رفق النصراني، يعني النصراني كان تيمشي تيخلي دار باباهم ولا تأخذه فيهم رحمة ولا رأفة ولا شفقة. وقلة رفقه بعدما كان يقنع منا بالجزية. في الأول كان تياخذ من عندهم الجزية، خليك في المدينة، بن عباد ماشي مشكل سيطر، بقول له سيطر، بغيتي تعطي الجزية.
في مرحلة تانية ما بقاش تيقنع بالجزية، تيقول لك وصار يروم أخذ القواعد. شنو هي القواعد؟ هي المدن، لأنه واش تيدير تياخذ منك الجزية الضريبة باش تيطحن لك الموارد وتيطحن لك المالية باش تضعاف، ومن بعد تيقول لك ايوا سلم المدينة، سلم المدينة ولا بغيتها سميتو، تتسلم المدينة عن يد وأنت صاغر. وأن أخذه لطليطلة للضعف المتوالي عليها عاما بعد عام. طليطلة كيفاش خداها؟ كان تيفرض عليهم الجزية كل عام الجزية، فتوالى عليها الضعف. هذا العام العام الآخر هما في ضيق وشدة ماليا واقتصاديا وكذا وكذا وكذا، حتى كان ضعفت وفشل ريح أهلها. قال لهم يلا سلموا لي يا طليطلة، ما مزروبينش هما. وكذلك كان من شأنه في أخذ البلاد. يعني فاش تيبغي يسيطر على شي بلاد تيفرض الجزية وتينتظر حتى وكانت تضعف عاد تياخذها. يعني بلا ما تيحاربك ملا حتى تضعف سميتو عطيني تتعطي صافي سالينا. إذ كان مذهبه النصارى، المذهب نتاعهم شنو هو؟ في الحرب وفي أخذ القواعد ألا ينازل معقلا ولا يفسد أجناده على مدينة. يعني هو ما يرسلش لك الجيش وما يتحاربش معاك وتيفرض عليك هي الضريبة وتيخليك حتى تضعف لبعد مرماها ومن فيها من مخالف ملته، وإنما كان يأخذ منها الجزية عاما بعد عام ويعنف عليها بما شاء من أصناف التعدي إلى أن تضعف وتلقي بيدها. يلا عدتو دابا صافي تيبقى يفرض عليك في الضريبة، تيفرض عليك في الضريبة، تيفرض في الآخر تضعف وتتقول له أنا سيدي أنا هو هذا. شفتوا الذل الذي وصل إليه أهل الأندلس لولا تداركهم الله برحمته وأرسل لهم يوسف بن تاشفين. عاد تيجي شي واحد تيقول لي أنا المعتمد بن عباد ومحنة المعتمد بن عباد. سير هو تنعس، سير راك ما عارف والو. المعتمد بن عباس كان بن عباس بن عباد كان يداخل النصارى وكان تيعطيهم الجزية وتنازل لهم عن القواعد. شمن بن عباد ولا سميتو؟ فاش تتكلم على شي مشرقي ما تيبانش له يوسف بن تاشفين، تيبان له بن عباد لأنه خائن. لأنه خائن يشجع هو خائن، ولكن اللي هو سميتو لا اللي هو يوسف بن تاشفين. ايوا شوفوا القبر نتاع يوسف بن تاشفين في مراكش كيف داير، شوفوا القبر نتاع المعتمد بن عباد في أغمات كيف داير. ولا باقي تقول لي يا أستاذ أنت راك تتهضر بزاف، كتقول لي يا أستاذ تتهضر بزاف وتتنتقد. هذا اللي بطل وحسم، شوفوا القبر نتاعو كيف داير. فين ما تيكون شي خائن ولا هذا تنرفعوا من سميتو. شوفوا يوسف بن تاشفين. فوقع من ذلك في الأندلس رجة عظيمة. عرفت شنو هي رجة عظيمة؟ يعني أن الأندلس اهتزت، كلشي تخربق، كلشي خايف، كلشي تيترعد، كلشي تيقول ناري الفونسو اليوم بغا يهجم، بغا سميتو بغا ياخذ بغا يرسل لينا. حاولوا تصوروا معايا الجو في الأندلس كيف كان باش تعرفوا شنو هي ديك الرسالة نتاعنا حنا المغاربة في الأندلس. تنعتقوا حنا ديما تنعتقوا. واشرب أهلها خوفًا. شنو يشرب أهلها خوفًا؟ يعني وجوههم شرب أهلها خوفًا. وقطع رجاء وقطع رجاء من استيطنها. يعني الناس اللي ساكنين فيها قُطِع رجاؤهم. واش ولاو تيقولوا صافي مشات الأندلس بغينا نمشيو فحالنا، ولكن فين بغينا نمشيو؟ لينا ما بقاوش عارفين حتى فين يمشيو بعدا، ما بقاوش عارفين. وراه 3 القرون والّا 4 القرون هاذيك هُما في الأندلس فين بغا يمشي؟ بغا يجري عليه فين بغا يمشي؟ يعني تصوروا نتوما. علاش تنقول لكم راه خصنا نديروا أفلام الإخوان مسلسلات. مسلسل مثلًا تيصور الحالة التي آل إليها هاد المحصورين في الجزيرة.
وشي سيناريست تيكون واعر ويبدا يبين لنا دوك الحوارات بين أهل الأندلس، هُم محصورين وفين بغاو يمشيو وما بقاش عندهم فين يمشيو لأن الأندلس هي أصبحت هي وطنهم وقطعوا الصلة بالمناطق الأخرى التي أتوا منها، وحوارات تدور تطروش. خصو يكون شي سيناريست قافز يبين لك كيفاش عاشوا الأندلسيين تلك اللحظة، وكيفاش أن الدخول نتاع الجيش المغربي حسم ورجّع الأمان للأندلسيين، وماشي غير رجّع الأمان، جعلهم أسياد نتاع الجزيرة. إيه، ما عرفتش علاش حنا ما تنشتغلوش على هاد الشي. أمة تاريخية لا تشتغل على تاريخها. آه، وجرت بين المعتمد لاحظوا، وجرت بين المعتمد بن عباد وألفونسو مخالفات كثيرة، وسأله أن يتخلى له معاقل كان الموت عنده أولى من إعطائها. يعني ألفونسو قال له باش يتخلى له على شي مدن، وهذيك المدن المعتمد بن عباد يموت على أنه يعطيه تلك المعاقل. فوجزت نفسه منه بالجملة، وجزت نفس المعتمد من ألفونسو بالجملة، ورام كسره بطوائف المرابطين وضرب بعضهم ببعض. شوفوا الهدف ديال المعتمد بن عباد، رام كسر ألفونسو بالمرابطين وضرب بعضهم ببعض. المعتمد بن عباد لم يكن صادقا، أراد أن يضرب المرابطين بالمسيحيين والمسيحيين بالمرابطين ليخلو له الجو. شكون تيقول هاد الهضرة؟ حاكم غرناطة وهو أندلسي، تيقول وضرب بعضهم ببعض للقدر الذي شاء الله. إن لكم في التاريخ عبرة إخوان. شوف المؤامرات التي تحاك، شوف المؤامرات، يعني بغاو يورطونا حنا في حرب هي فقط باش أننا نكسروا الشوكة نتاع ألفونسو وباش هو يرتاح ليه مع راسو. باش هو الناس راه ما فيهم ثقة الإخوان، ما فيهم ثقة. واش نقول لكم أنا؟ شوف، بلادي، تنعرف أنا بلادي وتنعرف ولد بلادي فقط، وتنعاودها، تنعرف بلادي وولد بلادي فقط. آخرون كيفما كان موقفهم وأصلهم لا ثقة فيهم. سلينا الهضرة، سلينا الهضرة، سال الفيلم طلعات الكتبة. إذا المعتمد بن عباد هنا كان هدفه أن يضرب يوسف بن تشافين بألفونسو، وأن يضرب ألفونسو بالمعتمد بن عباد ليخلو له الجو. آه. شكرا لوما لوما، وأنتم العظماء. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لذلك راه طلبت من شي وحدين أنهم ينسحبوا من القناة ويعطيونا باتساع، يعطيونا باتساع باش يبقى هذا المجتمع نتاعنا الحمد لله يبقى نظيف وفيه الفائدة وفيه الناس الوطنيين اللي ما يستلبوا، ما مستلبين، ما منبطحين. وبقى النقاش نتاعنا حول تاريخ هذا البلد نتاعنا، ونبقاو تناخذوا العبر من التاريخ باش ما يجي مرة واحد ويدير لنا حنا شي تعليق الذي يؤثر على مزاج مجتمع القناة. لأن نتوما راه المزاج نتاعكم تيتأثر فاش تيشوف شي تعليقات اللي هي مسيئة. لذلك أنا تنطلب الناس اللي أنهم ديما عندهم داك الاستعداد يبقاو يكريتيكيو غادي ينتقدوا، ينسحبوا يديروا ديزابوني ويسينيالوني كاع. أنا ما عنديش مشكل، يمشيو فحالهم ويخليو الفضاء نتاع مجتمع القناة نقي. لأن كاينين ناس اللهم بارك عندهم واحد المستوى وعندهم واحد الوطنية وعندهم الله يجازيكم بخير اللي سميتو يمشي فحالو ويبقاو الناس
الناس المغاربة ديال بصح الحمد لله أننا نبقاو ندردشوا بحال هكا في تاريخ بلدنا بشكل يومي إن شاء الله. إيوا آه، دابا غادي نعاود لكم واحد القصة خطيرة. هذه واحد الرسالة لألفونسو أرسلها للمعتمد بن عباد، وعرفتوا هذه الرسالة وكأنه فرض عليه حماية آنذاك، خطيرة. لاحظوا معايا لاحظوا. جنات أييه. شكرا الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم. آه. واخا سي عباد، أنا راه شريف راه دعوتي مقبولة. بون، إيوا شوفوا هذا المعتمد بن عباد واخا جنات، شوفوا كيف يخاطب ألفونسو، كيف يخاطب معتمد بن عباد، وماشي غير معتمد بن عباد اللي كان تيخاطب كاع ملوك الطوائف بحال هكا، دار لهم واحد الحقرة ما شاء الله وصافي، قال له: "قد أبصرتم" ياك شفتوا بعينيكم، "قد أبصرتم ما نزل بطليطلة." شفتوا واش وقع لطليطلة والّا لا؟ هذا ألفونسو تيتشفى. "قد أبصرتم ما وقع لطليطلة، ما نزل بطليطلة وأقطارها، وما صار بأهلها حين حصارها." اش وقع للأهل نتاع طليطلة فاش حاصرتها؟ يعني بغى يحاصر بنادم وبنادم بغى يبقى في الجوع حتى ما يلقى ما ياكل ويموت بالجوع. شفتوا واش وقع لطليطلة؟ شفتوا الأهل نتاعها اش وقع؟ المعتمد جمع راسك، راه تيخاطبك ألفونسو. "قد أبصرتم ما نزل بطليطلة وأقطارها وما صار بأهلها حين حصارها، فأسلمتم إخوانكم." شناهي أسلمتم إخوانكم؟ ما تسوقتهمش خليتوهم. "وعطلتم بالدعة زمانكم." يعني الدعة يعني الراحة، مشيتي ارتاحيتي مع راسك وما تسوقتيش الناس طليطة، هو محاصر طليطلة ومحاصرهم حتى وكان هلكوا. تيجي واحد من المشرق تيقول لك المعتمد بن عباد وهذا، وتيبقى تيعاود لي انا الشعر نتاع والو، وتيقول له والحذر، بحال تيوجه له تيقول له: والحذر من أيقظ باله قبل الوقوع في الحبالة. والحذر من أيقظ باله، يعني تيقول له كن حذر، ماشي كون حذر بالمعنى نتاع كون حذر، يعني واش مع راسك معايا فاش نعطيك شي أمر خصك تنفذو. ولولا عهد سلف بيننا، لولا عهد سلف بيننا يعني أنه كان يداخله. هذا راه مجهول، الحلل المشية صفحة 39 بغيتو ترجعوا له. نحفظ ذمامه ونسعى بنور الوفاء أمامه، لا ناهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده. يعني كون ما كنتيش تداخلوني ومتافق معايا ومنباطح ليا كون نط بالجيش نتاعي ووقفت عليك. ووصل رسول الغزو ووارده. شكون ما كناش متافقين، رسول الغزو غنرسلوا ليك، ولكن ملي أنت تداخلني وتنبطح شي باس ما كاين خليك، ولكن الحذر والحذر. لكن الإنذار يقطع الأعذار. وشوفوا هو كيفاش تيخاطبوا: الإنذار يقطع الأعذار، قد أعذر من أنذر. وتيقول له، وهذه هي الخطيرة: وقد حملنا الرسالة إليكم. يعني رسل له واحد الرسول القرمط ألبير هانس، وعنده، لاحظوا شكون رسل له ألبير هانس، وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك، والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك. ركزوا معي على هذه الحماية، لاحظوا رسل له رسول وقال له
هذا الرسول عنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك، والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك. معناه شنو؟ معناه أنه سيسلم البلاد لهذا الرسول، وهذا الرسول هو اللي غادي يبدا يسير ويدبر البلاد، والمعتمد هي حل فمو تيشوف. ها الحماية. ها الحماية. ها التاريخ اللي ما تيتقراش. الحماية لها أصل في التاريخ. ها الحماية. حنا كان بغى يفرض الحماية وفرض الحماية على المعتمد بن عباد، مما أوجب استنابته فيما يدق ويجل. يعني أصبح البرهانس هو النائب نتاع ألفونسو في المجال نتاع المعتمد بن عباد، وفيما يصلح لا فيما يخل. وأنت عندما تأتيه من آرائك والنظر بعد هذا من ورائك. قال له إيه أنا ولكن راه وليت تتحكم في بلاد. ها هو المعتمد بن عباد أصبح تحت حماية ألفونسو. كا ولا ما كا؟ كا ولا ما كا؟ ها؟ كا. آه. كسمك. آه. كا. سمك. هي دابا واضحة الإخوان. هو دابا أصبح هذا. وشكون بغا يحل المشكل؟ الله يحفظك بنت مول بنت مول القصور. شكون بغا يحل المشكل؟ شكون بغا يحل المشكل؟ حنا. حنا. إيوا هاد الهضرة بداو تقولوها لدوك المشارقة اللي تيقول لك الأندلس، الأندلس وحنا الأندلس وحضارة الأندلس وحضارة مشرقية وهذا وهذا، وديك الهضرة الخاوية. شكون بغا يتدخل دابا؟ حنا. حفظك. حنا اللي بغينا ندخلو، بغينا نحسموه. دوك البلانات نتاع ألفونسو هذاك الشي كامل وبغا يتقاضى في يوم واحد. نتوما دابا تشوفوا في يوم واحد داك كامل وبغا يمشي. إيوا هنايا وشوفوا ابن عباد اش واقع ليه مسخوط الوالدين. الحقرة. هو عيّط لولدو وعيّط للحاشية نتاعو بغا يستاشرهم، قال لهم أجيو أودي هاد ألفونسو دار لينا حقرة عالمية. كيفاش دابا هاد القضية ما نستدعيوش ليوسف بن تاشفين والمرابطين؟ اش بان ليكم؟ اش بان ليكم؟ هو يجمع الجمع. لاحظوا الرواية حلل المشية صفحة 44 45. وقد كان ابن عباد قبل هذا لما رأى أمره في إدبار، فاش شاف الأمور ديالو غادية اللور هي في إدبار، وأن الأدفونش اللي هو ألفونسو الثامن قد عزم عليه، شاور خاصته ووجوه دولته، جمع الناس نتاعو نتاع الدولة نتاعو قال لهم ودي اش بان لكم في شأن استدعاء يوسف بن تاشفين، فأشاروا عليه بمداراة الأدفونش ملك قشتالة. بمداراة. شنو هي مداراة؟ بمداراة يعني بقى تدي وتجيب معاه في الهضرة، وداك الشيء اللي قال لك عطيه ليه، بغا الجزية عطيه الجزية، بغا شي قاعدة من القواعد مدينة من المدن عطيه، بغا شي مجال عطيه، ولكن ما تجيبش لينا يوسف بن تاشفين والتيرة لا. 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 وطلب معاهدته. شوف طلب معاهدة النصراني، وطلب معاهدته وعقد السلم معه على ما يذهب إليه من الشروط. دير معاه المعاهدة وتعقد معاه السلم على ما يذهب إليه من الشروط، يعني أي حاجة شرط لك شرط عليه قل له إيه قبلنا رضينا. وكيفما أمكن. كي اللي بغاها عطيها لي، اللي بغا دير معاه. وأن ذلك أولى من تجويز المرابطين. هذا الشيء أولى لنا أننا نجيبوا المرابطين يحلوا لنا المشكل. لا دير داك الشيء اللي بغيتي، داك الشيء اللي بغا ألفونسو دير معاه، ولكن ما تجيبش لنا المرابطين.
كم أنت كبير أيها المغربي، وكم أنت حاسم عندما تتدخل، وأنك أيها المغربي لا تحتاج إلى أي أجنبي يدافع عن قضاياك. المغربي الذي عبر التاريخ حاسم ويأخذ المبادرة وله رسالة. لا أريده أنا شخصيا أن يتحول إلى مواطن يستنجد بالآخرين. حقيقة هذا شيء مؤلم ومحبط. محبط وأنا تنشوف التاريخ نتاعنا المجيد، بطولات جدادنا، وصلنا لهذا المستوى. للأسف. للأسف. آه. من بعد من بعد ما شاور الحاشية نتاعو الأهل نتاعو، غادي يعيط لولدو وغادي يستاشرو، غادي يقول له: أولدي اش بان ليك؟ واش نجيبو المرابطين والّا اش غادي نديرو؟ آه. قال له: لأن ولده هو ولي عهديه، هو اللي غادي يحكم من بعد، لذلك خصو يستاشرو، خصو يعرف الرأي نتاع ولده، والولد نتاعو تيشوف للمستقبل. قال له: ثم إنه خلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد أبي الحسن عبد الله، فقال له ابنه الرشيد: يا أبت، قال له: الوليد، أتدخل علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا؟ اش بغيتي تدخل لنا شي واحد اللي يدي لنا الملك نتاعنا ويبدد شملنا؟ غادي يجاوبو، غادي يقول له: حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير. هذا المعتمد تيجاوب ولده، قال له: حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير. يعني غادي نقطعوا المرابطين و... ونكون خاضع ليهم احسن من انني نخضع لذلك المسيحي. معناه انه بدا تيبان له انه حنا هنا في المغرب كاينه الرحمه. حنا على كل حال نحن رحماء لاننا مسلمون. فالمعتمد بن عباد فضّل أنه يستدعي يوسف بن تاشفين، ولكن رغم ذلك كان يراسل يوسف بن تاشفين ويراسل ألفونسو في نفس الوقت، وأنه عندما أراد يوسف بن تاشفين أن يعبر إلى الأندلس، كان يوسف بن تاشفين شرط واحد الشرط على المعتمد، قال له: شوف، غادي تخوي ليا الجزيرة الخضراء. أنا غادي نوصل لسبتة، ومن سبتة غادي نقطع، غادي نلقى الجزيرة سميتو خويتيها، وملي تخوي لي الجزيرة غادي نقطع ليها الجيوش نتاعي ومن بعد غادي نمشي للأندلس. عندما راسل يوسف بن تاشفين المعتمد بن عباد أبطأ عليه في الجواب. هذا تيقولها بولوكيل اللي هو أمير غرناطة، أبطأ عليه في الجواب، ما بغاش يجاوبو، ما بغاش يجاوبو. علاش ما بغاش يجاوبو؟ وقبض هذوك الرسل نتاع يوسف بن تاشفين وخلاهم معاه في الأندلس وما جاوبوش. ويوسف بن تاشفين هنا في العدوى يعني في المغرب تينتظر الرسالة نتاع المعتمد بن عباد باش أنه يجاوبو وباش يخوي له شبه الجزيرة الخضراء باش يعبر بالجيش نتاعو. وهنا صاحب كتاب التبيان
اللي هو أمير غرناطي، أمير غرناطي استلجأ له يوسف بن تاشفين، تيقول أن المعتمد بن عباد في نفس اللحظة كان تيراسل ألفونسو ويبطئ الجواب على يوسف بن تاشفين علّى أن ألفونسو يتفاهم معاه ويديروا شي اتفاق بيناتهم، باش إلا داروا شي اتفاق سيمنع يوسف بن تاشفين من العبور. خطير هاد الشيء. شوفوا المؤامرات. هو أرسل رسالة ليوسف بن تاشفين، يوسف بن تاشفين قال له: "لا غادي تخوي ليا الجزيرة الخضراء." قال له: "غادي نخوي لك الجزيرة ولكن بلاتي انتظر." أرسل يوسف بن تاشفين رسله إلى المعتمد بن عباد، المعتمد بن عباد خلى الرسل عنده وبدا تيراسل في ألفونسو إلا تفاهم معاه باش يمنع يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين فهم الرسالة عندما أبطأ عليه، فبادر بجيشه العرمرم فاحتل الجزيرة الخضراء وأنزل فيها جيشه ثم عبر إلى الأندلس. عماد ماشي راجل معتمد بن عباد، وسير خل الأغمات وتشوف الضريح نتاعو كيف داير. شوف الضريح، هاكا تيدير تيتكتك. سير للضريح نتاع يوسف بن تاشفين، سير للضريح نتاع أبي الحسن الماريني في شالة. سرقوه نهبوه سرقوه مسروق. مسروق. سير الأضرحة نتاع السلاطين المارينيين في فاس، في قلة بني مرين، كلشي خراب على خراب. حنا الوطنيون بحق وبصدق تنحاربوهم، وهاد الظاهرة لا زالت مستمرة للأسف. تنحاربوهم وتنرفعوا من قدر ومن شأن المستلبين والمنبطحين وتنديروهم هما القدوة. بحال حنا ما عندناش الرجال، ما عندناش النساء، ما عندناش، ما عندناش. والآن غادي نتكلم لكم على المعركة الحاسمة. آه. تتعرفوا أنه فاش عبر يوسف بن تاشفين وجيشه العرمرم جرت مراسلات بينه وبين ألفونسو وبين ابن عباد من أجل في شأن تحديد يوم المعركة. وألفونسو لجأ إلى حيلة وباغت بعد ذلك جيوش المسلمين. هنا تيقول صاحب الحلل الموشية في صفحة 57: ولما احتلت عساكر المسلمين بظاهر بطليوس، واحتل أدفونش بفحص الزلاقة على 4 فراسخ من بطليوس، كتب إلى أمير المسلمين مكرا. أرسل له رسالة فيها مكر وخديعة. اش قال له؟ إن غدا يوم الجمعة. إذا هذه الرسالة كانت نهار الخميس. إن غدا يوم الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم. يعني العيد نتاعكم يوم الجمعة ما خصناش نتقاتل. وبعده السبت يوم عيد اليهود وهم كثيرون في محلتنا ونحن نفتقر إليهم. وبعده الأحد عيدنا فنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين. فقال أمير المسلمين: اتركوا اللعين وما أحب. إذا اش قال لهم؟ ألفونسو قال لهم: أودي الجمعة عيد المسلمين ما نتحاربوش فيه، السبت عيد اليهود ما نتحاربوش فيه، والحد عيد المسيحيين ما نتحاربوش فيه. لكن أهل الأندلس اش قالوا ليوسف بن تاشفين؟ وياك تيق فيه. لا لا راه خاطئ، لأنهم الناس الأندلس عارفينه ولمع راه سميتو أدير لهم الحقرة وعايشين معاه. قالوا له لا، قالوا لا، وياكم خصكم تبقاو على تعبئة، يقدر يهاجمكم اليوم ولا سميتو غدا الصباح. إياكم راه لا ثقة فسميتو. إمم، ما تثيقوش. وفعلًا آآ ألفونسو باغت جيش المسلمين. قبل ما نعطيكم الأطوار نتاع المعركة غادي نعطيكم تركيبة وتشكيلة نتاع الجيش
كما وردت في المصادر. تيقول صاحب الحلل المنشية في صفحة 56، نعطيكم التركيبة ومن بعد سميتو. تيقول: وأدفونش اللي هو ألفونسو خرج ومعه 80,000 فارس، لاحظوا 80,000 فارس لابسين الدروع دون غيرهم حتى انتهى إلى فحص الزلاقة، وكان عسكر المسلمين يناهز 50,000. لاحظوا، ألفونسو عنده 80,000، المسلمين عندهم 50,000، وهاد 50,000 فيها 24,000 نتاع الأندلس و26,000 نتاع المغاربة. تيقول: وكان عسكر المسلمين يناهز 50,000، 24,000 من فرسان الأندلسيين، ما بين مدرع ولابس ومثلها أو أكثر منها مرابطون وأهل العدوى. معناه إحنا الجيش نتاعنا كان 26,000، أهل الأندلس 24,000 هي 50,000، وجيش المسيحيين كان 80,000. إذن هذه معطيات ممكن اللي بغى يدير شي سيناريو هذا راه ممكن أنه يستند ليها. وحتى أن المسلمين والمغاربة وأهل الأندلس اتفقوا على واحد الترتيب فاش يهجموا، ها كيفاش خصهم يهجموا، ولكن هذاك الترتيب ما صدقش، لأن ألفونسو باغتهم قبل يوم الاثنين، بغى يجي من نهار الجمعة. خطر. هادشي راه ما فيهم ثقة، ما فيهم ثقة. شوف نقول لكم واحد الحاجة، أنا ديما تنقول لكم الله يجازيكم بخير، ديما الظواهر اللي تتشوفوها اليوم هي ظواهر تاريخية، ممكن نقولوا تاريخية الظواهر. كيف ظهرت، كيف تطورت عبر التاريخ. حنا ناخذ مثلا هذه الخديعة أو هذه الخدعة اللي غادي يديرها ألفونسو، وهذا هذا إلا لاحظناها عبر التاريخ إسبانيا هكا تدير. هي خدعتنا في معركة زلاقة وانتصرنا، وخدعوا سيدي محمد بن عبد الله في ذلك الاتفاق إلى عقلتوا، عندما حاصر سيدي محمد بن عبد الله مدينة مليلية، وقالوا له أودي حنا راه كاين السلم بيننا برا وبحرا، والاتفاقية كانت فيها برا لا بحرا، هما شدوا ديك الاتفاقية وزوروها وداروها برا وبحرا. هاد الزوير الثاني. التزوير الثالث عشتوه نتوما غير العام اللي فات مع بن بطوش، بدلوا هوية نتاع شخص كلها تبدلات. معنى ان هاد القوم راه ما يمكنش تثقوا فيهم، ما يمكنش تثقوا فيهم. الحذر واجب. علاقات نتاع الجوار متفقين في اطار مصالح مضبوطة بمساطر، في اطار الحذر متفقين. ثقة ما متفقينش. من الاخر تنتعامل مع الاسبان في اطار انهم جيران، وفي اطار مواثيق مضبوطه متفقين، وفي اطار الحذر وما كاينش ثقه. سالينا الهضره، سالينا الهضره. الفرنسيين كذلك تتعامل معاهم ما كاينش الثقه، لان هما سبابنا في عذابنا. الفرنسيين هما سبابنا في عذابنا، لان كاع المشاكل اللي تيتخبط فيها وتعيشها المغرب معظمها فرنسا. من الاخر، بالله عليكم إخوتي الأعزاء، عصام جمال التاريخ يعيد نفسه. لا ما كاينش مزاح، ما كاينش مزاح، ما كاينش مزاح. داك الشيء علاش رجعوا للتاريخ. التاريخ خزان تيمكن من فهم مجموعة نتاع الظواهر بواحد الخلفية هذا. دابا نعطيكم دابا غير مثال. الخوت مثلا نعطيكم غير مثال. دابا فرنسا حنا كلنا تنعرفوها أن هي عدو المغرب، كلها عدو المغرب. وأنا اللي تنتكلم معاكم والوحيد اللي تيتكلم على ان فرنسا عدو. واسمعوا شي حوايج غنقولهم لكم، الله يمتعكم بالرضا وحاولوا تفهموني. الوحيد، الاخرين ما تيجبدوش فرنسا، نهار كامل هما على الجزائر. تعرفوا علاش؟ لانهم تيظهروا في قناه فرونس 24 اللي هي فرنسيه. تطلع الفرنس 24 تاخذ الفيزيبيليتي، وتتاخذ داكشي اللي تتاخذ عاود معاها. ما يقدرش يضرب فرنسا، يبقى تيضرب في الجزائر، لانه ما غاديش يستضفوا قنوات فرنسيه. هذه وحده.
وحاجة واحدة أخرى باش تعرفوها مزيان، عبدو ربي هذا اللي تيتكلم معاكم، أنا تنشتغل في مؤسسة فرنسية في البعثة الفرنسية وتنتقد فرنسا، أييه، وماشي تنشتغل غير هكاك من نفسي، الدولة المغربية هي اللي وضعاني في تلك المؤسسة الفرنسية تنشتغل فيها، الدولة المغربية هي اللي وضعتني لمهمة، ولكن رغم ذلك تنعطي الحق لنفسي واخا تنشتغل في مؤسسة فرنسية ومع فرنسيين وأقضي معهم اليوم كله، ولكن تنتكلم فرنسا وتنقول لهم هما بروسهم أنتم سبب المشكل نتاع المغرب، بكل جرأة، ما غادي نخاف من حتى شي حاجة، ما غادي نخاف من حتى شي حاجة، الإنسان تيقول الحقيقة، ماشي لأنه إلا كنت سميتو تنطلع في قناة ما نهضرش، باش نحافظ على هذاك سميتو، لا نهضر، السبب نتاع المشاكل نتاع المغرب وفرنسا، ماشي الجزائر فقط، الجزائر هي صنيعة، دولة وظيفية، لا تساوي شيئًا، لا تساوي شيئًا، عاد تيجي واحد تيقول لي: "واه أستاذ الناس أنت العدو للجزائر وأنتيا هذا وهذاك." فرنسا، عاد الجزائر، الجزائر لا شيء على الإطلاق وما يمكنش تواجهنا وما تقدرش تواجهنا، ما تقدرش تواجهنا، شوفوا آآ المشكل فين كاين الحقيقي، التخربيق نتاع والو. لأن هذا الحديث في الجزائر ولا فond commerce راه قالها رضوان الرمضاني، قالها وعنده الصح fond commerce fond commerce fond commerce نتوما مازال ما بغيتوش تعيقوا، مازال ما بغيتوش تعيقوا وأنا ما بغيتش نمشي في هذا الfond commerce وأنتم تتعرفوه، لأنني أريد أن أبرز لكم الحقيقة، كون بغيت ندير أنا هذا الشي fond commerce وسميتو نطلع القناة وكذا وهذا ونبدا النهار كامل وأنا الجزائر بغيت نطلع القناة وfond commerce لا. فرق بين واحد عنده رسالة وبين واحد بغا الAdsense وتيضرب على مصلحته الشخصية اللي ماشي هي مصلحة وطنية، نكونوا واضحين الإخوة. فيفي قل الحقيقة وسترى كيف سيكرهك الجميع، إلا الوطنيون طبعًا. آه، المغاربة خصهم شوية يفهموا مابقاوش خصهم شوية يفيقوا، يفيقوا يفهموا ال المسائل باش عامرة. إمم. سيجيبها شي نهار إن شاء الله، تجيبها المناسبة ونقول لكم حتى الدور الذي أقوم به في مجموعة من المجالات في خدمة القضية الوطنية بهدوء وحتى شي واحد ما سيق الأخبار، حتى شي واحد ما سيق الأخبار، والأعمال اللي تنديرها بشكل يومي في حياتي اليومية، في يومي، حتى شي واحد ما سيق الأخبار، خص غير السياق باش ما يتعتبرش كلامي فيه رياء، لذلك سأنتظر سياقًا ملائمًا لأتحدث لكم عن مجموعة من الأمور في هذه المواضيع هذه. إيوا نمشيو للترتيب نتاع المعركة، المعركة كيفاش هُما كانوا داروا واحد الخطة، لكن هذه الخطة لم تنجح لأن ألفونسو فاجأهم وباغتهم لم تنجح الخطة. الخطة شناهي؟ الحلل المنشية في ذكر الأخبار المراكشية صفحة 59 تيقول: وقد كانوا يعني يوسف بن تاشفين والناس الأندلس اتفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة، يعني في المقدمة نتاع الحرب المعتمد بن عباد، علاش؟ لأنه الجيش نتاع الأندلس وتيعرفوا المسيحيين كيفاش تيتقاتلوا لأنهم معاهم يوميًا. المتوكل بن الأفطس وهو أندلسي أيضًا في ميمنتها، إذا هنا المقدمة
بن عباد، في الميمنة المتوكل بن الأفطس، وأهل وأهل شرق الأندلس في ميسرتها، أهل شرق الأندلس هنا، بن الأفطس هنا، المعتمد بن عباد هنا، وسائر أهل الأندلس في الساقة، باقي أهل الأندلس في الساقة، والمرابطون وأهل العدوى المغاربة كماء متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء. يعني فاش تيكون اللقاء المغاربة تيباغتوا من كل جهة، حتى تيخرجوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وتينقضوا بحال الكماشة على الجيش نتاع ألفونسو. على هذا ما يمكنش نديروا سيناريو تيبان له ها هو بن عباد غادي هو الجيش نتاعو في المقدمة، ها المتوكل بن الأفطس هنا في اليمين، ها أهل شرق الأندلس هنايا، ها سائر أهل الأندلس هنايا، ها الجيش المغربي في الكمائن، كل واحد فين ومستعد للانقضاض على شكل كماشة على جيش ألفونسو. عطا الله ما نديرو، عطا الله الصور، عطا الله الصور، عطا الله الصور. حاذقين نمشيو حنا ناخذوا التاريخ العثماني ونمجدوا العثمانيين ونلمعوا الصورة والتاريخ نتاع العثمانيين ونتاع المشارقة ونتاع 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 ونتاع. شي فاش حاذقين حنايا، والنتيجة نتاع هاد الشي كاملو ها هما بداو تيطمسوا لنا حنا في التاريخ نتاعنا وفي الهوية نتاعنا، وبداو المغاربة تيشوف شي مشرقي تيحل فمو، تيشوف شي تركي تيحل فمو. خصنا نوقفوا على هاد الشي صاحبي، شي خصو يوقف، شي خصو يوقف. ايوا نتكلم لكم عن المباغتة. آه. هنا صاحب الحلل المشيق يقول لك: فلما أعلم، هذه المباغتة، فلما أعلم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه، اش راه نهار الجمعة، السيد قال لي مرة حتى نهار الاثنين، فلما أعلم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه بادر بالركوب على غير تعبئة، يعني على غير استعداد، صافي خصك مازال ما موجودش خصك تركب. ولا أهبة وغشيتهم خيل العدو كالسيل، وغشيتهم خيل العدو كالسيل وعمتهم كقطع الليل، وظنوا أنها وهلة لا ترقع، يعني أنه اغتنموا فيهم الفرصة وأنها لا ترقع، يعني صافي انحل الجيش. راه الغدر راه واحد، راه ماد، وراه الإسبان راه ماد. آه. فوافق محلة بن عباد في طريقه بأهل إشبيلية وسائر عماله، فوقعت بينهم حروب صعبة كانت الدائرة فيها على أهل إشبيلية، يعني أن أهل إشبيلية الناس نتاع عباد بن عباد انهزموا، ولكن لا، راه كاين السبع، راه السبع راه بغى ينطلق، السبع راه صافي سالينا، راه كلشي بغى يتغير، خصهم يقولوا للسبع راه اجي السبع، بو يوسف السبوعة تا ينتظروا في الكمائن نتاعهم، السبع راه خصك يتجبدوا تقول له سميتو هذا وراه بوا سميتو. ها هو دابا الخبر بغات توصل للسبع اللي هو زبد الدجافين، ولاحظوا لاحظوا هذا الانيس المطرب هذا الصفحه 148 اش تيقول: فاتصل الخبر بيوسف، يوسف بن دجافين وصلوا الخبر أن الهزيمة قد استمرت على عسكر أمراء الأندلس. الهزيمة استمرت، هزيمة بعد هزيمة، كلاو الدق كلاو العصا. يوسف بن تشافين السبع قالوا له: انت لقات راه حامضه، عتق الليله ما عتق، راه داك الشيء سميتو. وأن المعتمد وداود بن عائشة صابران يقاتلان لم ينهزما، فبعث، هذا اسم تاشفين، قائده سيري بن أبي بكر في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر الذين كانوا في محلته إعانة لداود بن عائشة وبن عباد. وصار هو في جيش لمتون وقبائل المرابطين من صنهاجة قاصدا إلى محلة ألفونسو السادس حتى ضرب فيها.
وألفونسو مشتغل بقتال داود بن عائشة فأضرمها نارا وأحرقها فأضرمها نارا وأحرقها وقتل من كان بها من الأبطال والرجال والفرسان الذين كانوا الذين تركهم ألفونسو بها يحرسونها. ديك المحلة اللي خلاها ألفونسو فيها الجيش وداك الشيء دخل يستنتج حرق كل شيء. وفر الباقون منهزمين نحو ألفونسو، مشاو هربوا عنده، فأقبلت عليه خيله من محلته فارين وأمير المسلمين يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده. مشى المحلة نتاع ألفونسو حرقها، جرع الجيش نتاع ألفونسو وتابعهم بالأعلام وبالطبول، تضرب الطبل نعم سيدي والجيش غادي وسميتو جيشه العرمرم الرعب. وستنحل مصاف الجيش نتاع ألفونسو. أييه. وهنا تيقول صاحب الحلل الموشية في صفحة 60 62: وقد كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على حين غفلة، ما كانش في راسو هذا الشيء، على حين غفلة ولم يكن عنده علم بما وقع. فاش هاجموا المسيحيين على ابن عباد، إذ كانت محلته بعيدة عن محلة ابن عباد، حتى بعث إليه ابن عباد كاتبه ابن القصيرة فأخبره، فركب وأحدق به زعماء لمتونة وكبراء صنهاج وسائر عساكره، فقصد بهم محلة الطاغية فاقتحمها وأضرمها نارا وضرب طبوله فاهتزت له الأرض وتجاوبت الآفاق فارتاعت قلوبهم. يعني القلوب بدات الخلعات اللي مني فاش تضرب داك الطبل كلشي تيبدا تيتقفقف. وتجلجلت أفئدتهم، يعني قلوبهم تجلجلت الرعدة. ورأوا النار تشتعل في محلتهم وأتاهم الصريخ بهلاك أموالهم وأخبياتهم، يعني الأموال ديالهم اللي كانت في المحلة كلشي تحرق كلشي مشى. فسقط في أيديهم فتنوا أعنتهم ورجعوا قاصدين محلتهم، فالتحمت الفئتان واختلطت الملتان واشتدت الكرات وعظمت الهجمات والحروب تدور على اللعين وتطحن رؤوس رجاله ومشاهير أبطاله وتقذف بخيلهم عن يمينه وشماله. وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال والترجل عن ظهور الخيل ودخول المعترك، فأمد الله المسلمين بنصره وقذف الرعب في قلوب المشركين وتحصلوا، هذو المسيحيين وتحصلوا يعني حصلوا بين عسكر ابن عباد وعسكر يوسف بن تشافين. هالسيناريو مكتوب. في أثناء ذلك تلاقى بالطاغية أدفنش غلام أسود بيده خنجر يدعوه البربر بالأفطس. واحد الغلام مشى هز واحد الخنجر هو غيز لألفونسو، غيز ليه، قطع حرز ذرعه وطعنه في فخذه مع مدار سرجه ففر أمامه. هرب ألفونسو وسيوف المسلمين تتبعه حتى ألجأوه إلى ربوة عالية اعتصم بها لتعذر مرقاها وأحدقت به الخيل. شوفوا السيناريو مكتوب. فقال لهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين: الكلب إذا أرهق لا بد أن يعض. هو طلع للجبل واحد الربوة وتحصن بها. قال لهم يوسف بن تاشفين: بلا ما إلا تبعتوه، هو الكلب إذا أرهق يعض، خليو تما وراقبوه ونشوف واش بغا يدير. فإن هجمنا على أولئك أبلوا بلاء عظيما ولكن اتركوهم. لاحظوا السيناريو، الفيلم دير فيلم وخليهم راهم مشاهد كاينه، هي كاينه تيبان لك راهم كاينين في الجبل راهم قاعدين. شنو الحوار اللي تيدور بيناتهم، كيفاش المسلمين محاصرينهم هنا وكيفاش هما مخلوعين وكيفاش.
ولكن اتركوهم ولاحظوا حالهم فلما جن الليل فروا وأصبحوا يوم السبت فلم يجدوا لهم أثرا. في السيناريو يبان لك الليل كاين، وهادوك الناس نتاع الجيش نتاع ألفونسو مرة تيسلك شي واحد مشي بلايصة وتيهرب، وبينوا المغاربة العظمة نتاع هاد المعركة. عطا الله ما يدار، عطا الله ما يدار، العجز نتاع والو. آه. وكاين بالعا نتاع الروايات عندي تتشرح المعركة، ما غاديش نقرا لكم كلشي لأنه داك الشي طويل بزاف، وأنتم دابا فهمتوا هذا. حتى لا الأمور واضحة. زينيرة والله إلا عكزت والو، حق الرب الجليل راه بصح أنا ما عرفتش علاش المغاربة ما تيبغيوش ياخذوا المبادرة ويديروا لنا أفلام، يديروا لنا مسلسلات على التاريخ نتاعنا المجيد. كاين ما يدار، كاين ما يدار، كاين ما يدار. علاش؟ علاش؟ لأنهم حتى هما بغاو ليفي في رمضان، في رمضان بغاو ليفي، سوا يدير لك شي فيلم فيه داك الشي نتاع والو باش أن الناس تيفطروا تيتفرجوا، باش المشاهدات ترتفع. سكيتشات وداك التخربيق نتاع والو باش سميتو، لا دير ليا شي حاجات المعقول. شوفوها المغاربة لا ما يديروهاش، إنهم حتى هما بحالهم بحال أصحاب القنوات، خصو يتكلم في الموضوع اللي فيه المشاهدات، اللي فيه اللعاقة كيف تنقولوا حنا بالدارجة من الآخر. تتمشي للموضوع نتاع الساعة، خصك تبقى تتسب ليا في الجزائر وتتسب في سميتو وتتسب وهذا وهذا باش تاخذ المشاهدات، لأنه موضوع الساعة. وهضر ليا في المعقول. سبوتنيك هو هذاك. أييه هو هذاك، هو هذاك وضحات الإخوان. آه. مازال باقي غادي نكمل لكم شي حويجة أخرى. وضحات. كلير، واضح. فاطمة، جفوي، كريم. آه. وياه. واضحة وشيقة. شكرا كوكورو. شكرا شكرا شكرا. الحمد لله. مم. إيوا نشوفوا دابا. منى شكرا. إيوا الحمد لله. آه، لن يلقى الدعم اللازم. هي هادشي اللي كاين. آه، هادشي اللي كاين. حنا دابا مغاربة، بعض المغاربة تيمشيوش للمسائل نتاع الصح نتاع المعقول اللي غادا تبني لنا شعب، غتبني لنا مواطن معتز بهويته بأصوله بتاريخه باش تعطيه واحد المناعة. لا، حنا ولينا خدينا المواطن بحال واحد الكليان، كليان سلعة تنربحو على ضهرو وتنفسدوا له أخلاقه، لأن المواضيع اللي تنتكلموا فيها كلها فيها يسب وشتم، والحديث عن مواضيع اللي المغاربة تيعتبروها طابوات، طابوهات ما تنتكلموش فيها حنا المغاربة، لأن عندنا واحد المستوى ما خصناش ننزلوا عليه، ما خصناش ننزلوه، واحد المستوى خصنا نبقاو فيه. للأسف. إيوا نشوفوا نتائج المعركة. كنا سعيد استماع إليك، فيه استفادة كبيرة وإعادة قراءة التاريخ المغربي العظيم. بارك الله فيك خونا، بارك الله. سبوتنيك خصنا لقاح ضد الخونة، وهو هذا، هو هذا اللي تنديرو دابا، هو هذا. يلا نشوفوا النتائج نتاع المعركة. الأنيس المطرب صفحة 149 تيقول: واستشهد فيها من المسلمين نحو 3000 رجل. 3000. دابا المسلمين كانوا 50,000.
ماتوا منهم 3000 والمسيحيين كانوا 80,000. نشوفوا حتى هما شحال مات فيهم. وأمر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين برؤوس القتلى من الروم أن تقطع. لاحظوا، أخذ رؤوس الروم وأمر بها أن تقطع، فقطعت وجمعت بين يديه أمثال الجبال، فبعث منها إلى إشبيلية 10,000 رأس. لاحظوا، 10,000 رأس إلى إشبيلية، وإلى قرطبة 10,000، وإلى بلنسيا كذلك، وإلى سراقسطة ومرسية مثلها، وبعث إلى بلاد العدوى اللي هو المغرب 40,000 رأس، فقسمت على مدن العدوى ليراها الناس فيشكرون الله تعالى على ما منحه من النصر. دابا كاين عندنا التلفزيون، دابا كاين التلفزيون، فاش تيكون شي خبر في نفس اللحظة تطلق التلفزيون بغا يوصلك الخبر نتاع معركة، نتاع كرة القدم، نتاع أي حاجة توصلك في نفس اللحظة وبالصورة باش قلبك يطمئن. مثلا انتصر المغرب في شي مباراة بغيتي تشوفها في المباشر باش قلبك يطمئن وتترى فعلا المغرب انتصر. ديك الساعات هاد الإمكانية ما كانتش. باش المغاربة يطمئنوا أننا انتصرنا في الأندلس خصك تعطيهم الدليل، ارسل لهم 40,000 رأس. وأهل الأندلس اللي تيعيشوا في الأندلس ومحقورين محقورين لندلهم أدلهم ألفونسو، حتى هما بدا تيرسل لهم 1000 لكل مدينة باش يشوفوا الرؤوس نتاعهم ويتأكدوا أن المسلمين فعلا انتصروا، وأن الناس نتاع الأندلس صبحوا فعلا محميين من طرف المغاربة. باش ما يجيش دابا شي واحد يقول لك حقوق الانسان وداك الشيء، وهذا راه فرنسا الى اليوم لا زالت تحتفظ بالجماجم نتاع الجزائريين. المسائل راه كان معمول بها حرب صافي بوها سميتو، راه هذا فرنسا الى يومنا هذا راه مازال الجماجم تاع الجزائريين راهم باقيين. المغاربه نفس الشيء داروا ديك الساعات باش انه المغاربه هنا في بلاد العدوى اللي هي المغرب وفي الاندلس الناس يعرفوا انه فعلا انتصرنا، وهذا هادشي اللي كاين. إذن هذه الرواية تنقراوها في هذا السياق هذا. وكان عدد الروم فيما نقل 180,000 فارس و100,000 رجل فقتلوا أجمعين، وفي رواية أخرى 80,000، ولم ينجو منهم إلا ألفونسو في 100 فارس، وفيها أذل الله الشرك ببلاد الأندلس فلم تقم لهم قائمة نحو 60 سنة. شنو معنى لم تقم لهم قائمة نحو 60 سنة؟ 60 سنة فيها جوج الأجيال، يعني أن الجيش نتاعهم كل نهار حتى عاودوا جددوا وتوالدوا، وعاد أنهم ممكن يواجهوا المغاربة مرة أخرى، لأن المعظم نتاع الجيش نتاعهم هلك في معركة الزلاق. بعد ما انتهت هذه الحرب يوسف بن تاشفين بغى يجمع ملوك الطوائف، قال لهم اجوا لهاد قعدوا قعد. هنا عبد الله بن زيري اللي هو آخر ملوك غرناطة واللي سجنوه حتى هو يوسف بن تاشفين وجابوا الغمات، قبره في أغمات مهمل. لاحظوا، ما ندخلش معكم من هذا الموضوع. تيقول ولما انقضت غزوته تلك جمعنا. هذا راه كان عام اللي تيهضر، هذا راه مصدر قديم جدا. هذا راه كان من ملوك نتاع غرناطة، من آخر ملك ملوك غرناطة وشارك في الحرب. وهو تيتكلم على يوسف بن تاشفين، قال لك ولما انقضت غزوته تلك، غزوة من؟ يوسف بن تاشفين. جمعنا في مجلسه. شكون؟
أعني رؤساء الأندلس. مجلس من؟ يوسف بن تاشفين، معناه يوسف بن تاشفين السبع قاعد بحال هكا، وجمع رؤساء الأندلس في مجلسه. شكون تيتحكم هنا؟ يوسف بن تاشفين. السبع. وأمرنا وأمرنا بالاتفاق والائتلاف، معنى أنهم ما كانوش متفقين وما كانوش مأتلفين. أسيدي أنا عتقتكم، أنا قضيت على الجيش نتاع المسيحيين، غيزت ليهم، جمعوا روسكم. ها المغرب يجمع لا يفرق. والحمد لله هذه السياسة نتاع المملكة اليوم. المغرب ما عمره تيفرق، المغرب ديما يمد يده، دائما يمد يده. حتى الجزائر اللي بيناتنا آه، الصراعات لا حصر لها عبر سميتو هذا، ولكن الملك نتاعنا اللي تيمثل الدولة، تيمثلنا، تيقول لك لا تسبوا الجزائريين، يدي ممدودة، شي بالتراكم. وأمرنا بالاتفاق والائتلاف. هادو أمراء الأندلس اتفقوا بيناتهم، اختلفوا بيناتكم، وأن تكون الكلمة واحدة. ما تمشيو تتفرقوا عاوتاني يوم يجيو يخليو يضربوكم، بداو تتعيطوا لينا تتقول لي اقطع يا يوسف، اعتق اجمع راسك، اجمع راسك السيد. وقال لهم وأن النصارى لم تفترسنا، يعني لم تتخذ فرصة للانقضاض علينا إلا للذي كان من تشتتنا. هذا الأمير ديال غرناطة يتكلم، يقول وأن النصارى لم تفترسنا، ماشي لم تفترسنا، ماشي بالسين بالصاد، لم تفترسنا، يعني ما استغلتش الفرصة إلا للذي كان من تشتتنا واستعانة البعض على البعض. استعانة البعض على البعض يعني تيمشيو تيستعنوا بألفونسو على بعضياتهم. فأجابه، هذا يوسف بن تاشفين، فأجابه الكل أن وصيته مقبولة، وأن ظهوره مما يجمع الكل على الطاعة والجري إلى الحقيقة. لاحظوا المغرب فاش تيدخل تيحسم الحرب وتيجمع اجي يريح الارض. اتفقوا، اتفقوا. هذه هي قيمنا، هذه هي قيمنا، هذه هي قيمنا. هذا هو المغرب اللي تنعرفوه. راه محمد السادس اللي تتشوفوه نسخة متطورة على يوسف بن تاشفين. التراكم، ديما نقول لكم التراكم، لأن التاريخ والتراكم هو نسخة متطورة. شوف غير يوسف بن تاشفين ديك الساعات وكيفاش دبر الأمر. ايوا هاد الجيل دابا شحال نتاع التراكم. شوف جلالته الآن كيف يدبر الأمور. الجزائر تيترطاو حتى تيعياو، تيترطاو حتى تيعياو. السيد خدام في صمت، الدق والسكات. المغاربة الواعرين، الدق والسكات. تيقول لك يدي ممدودة، لا تسبوا الجزائريين، ولكن تيخدم الخدمة ديال الصح. القرقرات في البلاصة، هالو تيروت من تيزنيت للداخلة، طونجيماد مطار الميناء نتاع الداخلة هو خدام. هاجو السيارات، والسيارة الثالثة أطلس هي بغات تبان. هاد الطرق كلهم الآن تيتعاودوا، كلشي تيتعاود. شوف الظروف المدن وشوف كلشي تيتعاود. السكات، تنبنيو الوطن تاعنا بالسكات، السكات، الدق والسكات. هذا هو المغربي اللي تنعرف انايا، هذا هو المغربي اللي تنعرف انا، الدق والسكات. شوف الدبلوماسية بوريطة،
ما تينرفزو حتى شي واحد، ما تيسبش وما تيقولش كلام فاحش، وما تينتقد ما تيكريتيكيش، خدام خدمتو والسفارات تتفتح، القنصليات تتفتح، والاعترافات بهدوء وبأنات وبحكمة، وهكا المغربي، المغربي ليس سبابًا، المغربي ما تيتعاطاش، المغربي ما تينزّلش المستوى، هاكا حنا بغينا المغرب، هاكا بغينا المغرب نتاعنا يكون، أمة تاريخية تتبقى مرتبطة بتاريخها، ما تنسالخش وتمشي باش أنها تجيب سميتو من تاريخ شعوب أخرى ومن هويات أخرى لا علاقة لنا بها على الإطلاق. أرجو أنه تكون الرسالة نتاعي وصلات، لأن ماشي الهدف نتاعي فقط الحديث على معركة زلاقة، ولكن الربط الحاضر بالماضي لاستخلاص العبر. الله يرضي عليكم، دمتم سالمين، تصبحون على خير.